بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بتصحى من النوم كأنك ما نمتش، جسمك تقيل، مزاجك مش متظبط، مش مركز. كل مرة بتقول يمكن ما نمتش كويس. الحقيقة اللي بيحصل في جسمك ده مش بسبب النوم بس، النوم طبعا سبب أساسي، لكن مش هو السبب في كل ده. خليك معايا دقايق لاخر الفيديو، لانك هتسمع كلام ممكن ما تكونش سمعته قبل كده. وفضلا وليس امرا، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي مشترك ممكن يعمل شير ومتابعه وتعليق في المحتوى او خارج المحتوى لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. في واحده بعتت لي كومنت كده بتقول لي ايه، اصحوا معايا كده وشوفوا. بتقول لي انا بصحى من النوم تعبانه وبنام تعبانه، بقضي اليوم كله بين الخمول والدوخه والتفكير والكسل، تفكير مشوش، ومش عارفه ليه ولا الدكاتره عارفين ليه. انا بقول لها المفاجاه ان انت مش لوحدك، ان الست دي مش لوحدها، ده ملايين بيصحوا كل يوم بنفس الاحساس. تعب مش معروف سببه، ولا دكاتره ولا تحاليل نفعوا معاهم، وممكن يكون الحل ابسط مما تتخيل. انا عايزكم معايا كل واحد كده يراجع يومه معايا، هنقول بعض الحاجات كده ونشوف احنا موقفنا منها ايه. حالتك ايه؟ اول حاجه، حالتك ايه مع الميه؟ هل بتشرب ميه اول ما تقوم من النوم؟ جسمك اول ما بيصحى من النوم بيكون في قمه الجفاف، ولو ما دخلتش فيه ميه يبقى انت بتطلب من جسمك ان يشتغل وهو جاف. جرب تبدأ يومك كده بكوباية أو كوبايتين مية، ده مش دافية، لا مية فترة يعني بدرجة حرارة الغرفة على الريق. بس الكلام ده طبعا قبل ما تشرب قهوتك، وقبل ما تشرب شايك، وقبل ما تفطر، وقبل ما تشرب العصير بتاعك المحلى. واخدين بالكم ليه؟ لان الكافيين والشاي فيهم مضرات للبول، بيطردوا ميه، يعني لما باخدهم على الريق الصبح بينشفوا الجسم اكتر. يبقى المفروض باخد الميه دي قبل ما اخد اي حاجه، وخصوصا الشاي والقهوه. كمان ما تشربش الميه بالليمون، يعني ما تجيش الصبح يشرب ميه بالليمون على الريق، لان الميه بالليمون على الريق بتهيج المعده. اشرب ميه فتره، او ميه عليها معلقه صغيره من العسل النحل لو انت بتحبش طعم الميه على الصبح. طيب دي اول حاجه ممكن تخلي بالك منها. تاني حاجه، فكر معايا كده، بتعمل ايه؟ بتفطر ايه؟ هل بتفطر عيش ابيض وجبنه وشاي، ولا حته باتيه، ولا كرواسون وراه شاي بلبن، ولا بيض وزبادي وفول؟ تلاحظوا المجموعه الاولانيه نشويات وسكريات، المجموعه الثانيه بروتينات. اكل الصبح يا جماعه مش رفاهيه، ده وقود. لو دخلت جسمك في بدايه يومك سكر ونشويات، السكر اللي هتاخده ده بيرفع سكر الدم عندك بسرعه، ولما يرفع بسرعه ينزل كمان بسرعه. فالناس بتحس بهبوط وتعب وخمول بعد وقت قصير جدا من الاكل، وكانك ما اكلتش. دي حقيقه. جرب يومين كده تفطر اكل فيه بروتين زي الفول، زي البيض، زي الزبادي، وشوف كده بعد اسبوعين لما تجرب الموضوع ده جسمك هيحصل فيه وهتفوق ازاي. دي تاني حاجه. تالت حاجه برضو عايزك تعرض على نفسك كده وتشوف انت موقفك منها ايه. الشمس، انت موقفك ايه من الشمس؟ في ناس بقالها شهور ما شافتش الشمس وهي ضاربه في وشها. اللي كده يقول لي يا جماعه كل يوم بيعدي من غير شمس يا جماعه، كل يوم بيعدي من غير ما الشمس تلمس وشك بتخسر اكتر من فيتامين د. واحنا عارفين فيتامين د مش مهم للعظام بس، هو مهم للعظام وكمان للمزاج والطاقه والمناعه. ده فيتامين د. فيتامين د بيجي منين؟ من تعرضنا للشمس، من تعرضنا للشمس. واهم فتره هي فتره الصباح، اهم فتره بناخد منها فيتامين د هو فترة الصباح. بينزل على الجلد نفسه ممكن يعمل لنا ايه؟ فيتامين د. ولو جسمك محروم من فيتامين د طبعا شيء طبيعي، لازم يكون مرهق طبيعي، وده من الاسباب اللي بتخليك الصبح مزاجك مش مظبوط. امشي 10 دقايق على الاقل الصبح في الشمس، وخد انفاس عميقة وانت ماشي كده. خد النفس، فاكرين النفس العميق اللي انا قلت عليه قبل كده؟ اللي عايز الفيديو ده يقول لي وانا ابعت له الرابط، فايدة الأنفاس العميقة، وشوف الفرق بنفسك إيه. دي تالت حاجة. رابع حاجة من أسباب الخمول والتعب بتاع الصبح ده وكأني ما نمتش، نقص المغنيسيوم. هو البطل الغامض للناس اللي ما تعرفش المغنيسيوم. ده ملح من الأملاح الموجودة في الجسم، اللي هو يعتبر مفتاح بيشغل الموتور بتاع الجسم. جسمك ما بيعرفش يشتغل من غير المغنيسيوم.
فلما يكون ناقص شيء طبيعي لازم يكون سبب من اسباب التعب اللي الناس مش واخده بالها منه. لو بتصحى من النوم جسمك مشدود، عندك صداع، تفكيرك مشوش، مش مركز، نومك متقطع، ممكن يكون سببه نقص المغنيسيوم في الجسم. بس المصيبه ايه؟ المصيبه ان معظم الشباب دلوقتي مش بياكلوا الاكل اللي فيه المغنيسيوم. نسبه كبيره جدا، وهقول لكم الاكل اللي فيه المغنيسيوم كلهم بيتدلعوا عليه. ما بياكلوش لا سبانخ ولا خضره، لا الجرجير والبقدونس والخس والكزبره والحاجات دي كلها، لا سبانخ ولا خضره، وحتى الفول بيتأمروا عليه، ولا عدس ولا مكسرات نيه، ودي الحاجات الموجود فيها المغنيسيوم. بياكلوا ايه؟ بياكلوا سندوتشات في الشارع ونودلز وشاورما وبسكوت والكلام ده كده. مش لازم يا جماعه نكونوا كبار في السن علشان نحسوا بالتعب ده. نقص المغنيسيوم والتعب مش بيختار سن، اي حد بعد سن البلوغ ممكن يحس بالارهاق المزمن بسبب نقص ايه؟ المغنيسيوم. دي رابع حاجه. خامس حاجه، موقفك ايه؟ انت بتسهر ولا بتنام بدري؟ جيت على الوجيعه اللي نص الشعب المصري بيصحى بعد الساعه 12، بيصحى بيصلي الصبح والظهر مع بعض، وممكن قبل العصر بشويه، وخصوصا الطلبه اللي مأجزين دلوقتي. نام بدري. ليه بقى ننام بدري؟ اعرفوا الحاجات اللي بقولها دي، الهرمونات اللي بتعالج جسمك بتشتغل من اول ساعه 10 ل 11 بالليل. الهرمونات دي مهمه جدا لجسمك، زي هرمون الميلاتونين وهرمون النمو. لو انت سهرت بتحرم جسمك من الهرمونات دي، وتقوم الصبح طبعا شيء طبيعي انك تعبان. اصحى بدري وخد شهيق من هواء الصبح الجميل، جسمك كله هيتفك ودماغك بتشتغل صح. دي خامس حاجه. سادس حاجه من الاسباب اللي هي بتاعت الواحد يقوم من النوم مرهق وتعبان، اضطرابات جوده النوم. يعني النوم مقلق مش مظبوط. في ناس بتنام الساعه 9 وتصحى برضه مهدوده من 9، او ممكن تنام 9 ساعات وتصحى برضه مهدوده الصبح، ونومها كله متقطع. ممكن يكون سبب بسيط خالص جدا، ممكن يكونوا بيناموا على النور. احنا قلنا لازم النوم في ظلام، وممكن بيناموا ونور والموبايل شغال. والاكتر من كده ان هم بيشغلوا الموبايل على طول وبعدين يناموا. الصح ايه؟ الحل امنع الموبايل قبل النوم بساعه، ونظم وقت نومك، وما تاكلش قبل ما تنام. يعني ما تاكلش قبل ما تنام بساعتين، يعني في ساعتين كده قبل النوم لازم ايه ما تاكلش فيهم لو اكلت حاجه خفيفه خالص. والموبايل اهم حاجه قبل النوم بساعه. سابع حاجه، ودي لنا يعني دي نصيحه مني وعن تجربه، ذكر الله. جرب تنام كده وانت بتقول الاذكار بتاعتي قبل النوم، اللي هي ممكن يكون منها اللي اذكار كتير طبعا. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك المرسلين. قول الدعاء ده وبعدين ابدأ استغفر ربنا استغفر ربنا استغفر ربنا كتير، وسبح وسبح لغاية ما تروح في النوم. جربوا يا جماعة الحتة دي. ولما تصحى اصحى برضه على ذكر الله، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وقتها هتفهم إن الراحة مش بس للجسم، ده الراحة كمان للروح كمان. هقول لكم على حاجة، مش كل تعب سببه عضوي. احيانا النفسيه كمان بتاعت الراجل ده او الست دي بتوقع الجسم. النفسيه ممكن توقع الجسم. انت ممكن تكون بتحمل نفسك فوق طاقتها. ناس كتير قوي في الايام اللي احنا فيها دي بيحملوا نفسهم فوق طاقتهم، شايل هم كتير ومش بتفضفض. حتى وانت بتضحك جسمك تعبان. اوعى تستهين بالضغوط. امشي شويه، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، اقرا قرآن، اقعد في مكان هادي، ابعد عن السوشيال ميديا ساعة. ادي نفسك فرصة تقول، ادي نفسك فرصة تفوق من دوشة الحياة. ادي نفسك ساعة تفوق من دوشة الحياة. نيجي بقى للموضوع الثامن او الثامن نقطة، الاكتئاب الصامت. وفي اكتئاب صامت واكتئاب مش صامت. في اكتئاب صامت، يعني مش بتعيط ولا حزنان، بس دايما مرهق ومش طايق نفسك وبتفكر، ودايما انت كسلان. وده مش محتاج الا انك تتكلم، تفضفض مع حد بتحبه، تمشي، تحكي، تغير جو، تطلب مساعدة من دكتور او حاجة لو الموضوع ده استمر اكتر من كده. تاسع حاجة،
في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، التفكير والضغط النفسي. بتفضل تفكر طول النهار وتحس انك مش مبسوط، بس تقول انا كمان مش مكتئب، انا مش مكتئب، بس طول النهار عمال تفكر. هو مش لازم تفضل تبكي عشان تكون مكتئب او عشان تكون تعبان. في نوع من التعب يا جماعه ملوش شكل، بس بيهد الجسم. وقد يكون السبب عضوي، قد يكون السبب في انك تقوم من النوم تعبان وكده ومرهق ومش مركز، قد يكون السبب عضوي زي الغده الدرقيه. تعب في الغده الدرقيه، الغده الدرقيه اللي بتتحكم في نشاط الجسم، لابد من المتابعه مع الطبيب المختص. لو التعب بقى صاحبك اليوم، يعني التعب بقى مصاحبك طول النهار، ولو جسمك تعبان ما تلومهوش، اسمع جسمك، لان في جرس انذار من جسمك. جسمك مش مكنه بتجهده كل يوم من غير ما تديله وقود، هيبطل شغل طبعا. راجع اكلك، راجع شربك، راجع نومك، حركتك، وضعك مع ربنا سبحانه وتعالى وذكرك لله والشمس. جرب كده تغير في حاجه واحده بسيطه كل يوم، جربوا وغيروا حاجه من اللي انا قلتها دي كل يوم، وشوف الفرق بعد اسبوعين. طبعا ممكن الاقي واحد جرب يوم يقول لي ما انا تاني يوم ما حصلش حاجه. لا يا جماعه، مع الاستمراريه جرب حتى لو اسبوعين، هتكتشف انك مش محتاج دواء. الناس دي فعلا هتكتشف انك مش محتاج دواء، انت محتاج تهتم بنفسك وبجسمك. وعلى فكره، في سبب خطير جدا للتعب، مش هقوله النهارده لان الوقت مش هيكفي، احنا دخلنا دلوقتي في 11 دقيقه او حاجه، الوقت مش هيكفي، هخليه الاسبوع الجاي. سبب بسيط جدا ممكن يبوظ لك نومك وجسمك، هو النوم على المروحه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على المروحه اللي بتتعبك، وليه ممكن تكون سبب في تعبك طول النهار، ونعمل ايه عشان نتجنب اذاها ومن غير ما نبطلها في الجو الحار اللي احنا فيه. انت بقى بتصحى تعبان وجسمك مهدود ومكسر ولا لا؟ طب لو انت كده عارف السبب ايه اكتر حاجه نفسك تغيرها؟ اكتب لي في التعليقات ممكن، وشاركني احساسك. ولو لقيت السبب اكتبه لنا برضو، علشان كلامك ده ممكن يساعد حد تاني بيدور على سبب التعب. وشارك الفيديو لو حسيت ان الفيديو ده ممكن يفيد غيرك، حد من اصحابك، حد من حبايبك، حد من قرايبك، حد من اصدقائك. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا من اخوانكم في فلسطين. والسلام عليكم ورحمه الله.